بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم إخواني الكرام على قناة معلومات موه. اليوم أحبابي الكرام سوف نقوم بشرح درس على طريقة تصميم صورة غلاف لقناتك على اليوتيوب أو صفحتك على الفيسبوك، ومن بدون أي برنامج، عن طريق موقع في الإنترنت. سوف نقوم بالشرح. سوف أضع لكم رابط هذا الموقع أسفل الفيديو أحبابي الكرام. سوف أقوم لكم بالشرح. سوف أضع رابط هذا الموقع أسفل الفيديو. هذا هو الموقع أحبابي الكرام، موقع جميل يمكنك تصميم صورة غلاف لقناتك على اليوتيوب أو صفحتك على الفيسبوك أو تويتر أو أحبابي الكرام. هنا مثلا تريد اختيار قالب. هنا تريد اختيار قالب لتصميم عليه، مثلا هكذا تريد تصميم هذا القالب، تصميم عليه صورة الغلاف، أو هذا أحبابي الكرام أي قالب. يوجد قوالب كثيرة. أو أحبابي الكرام تريد البدء من الصفر، تضغط هنا هكذا تتحول إلى أحبابي الكرام لوضع مثلا صورة أو نص على هذه هذا الغلاف، صورة الغلاف، لتضع عليه مثلا نص أو صورة. نذهب إلى نص، تضيف نص هكذا أحبابي الكرام، ثم تنزل إلى تضغط عليه هكذا وارفع هكذا أحبابي الكرام. تقوم بحذف وتقوم بكتابة هنا الشيء الذي تريده. مثلا أريد كتابة معلومات مثلا معلومات فقط للتجربة فقط. هنا تأثير أحبابي الكرام. هنا تريد اختيار الكتابة، طريقة الكتابة أحبابي الكرام. آسف أحبابي الكرام. نعم، هكذا هكذا أحبابي الكرام. تريد اختيار الكتابة، مثلا هكذا مثلا. هذه للغة الفرنسية أحبابي الكرام. هكذا مثلا. هنا لكتابتها باللغة الفرنسية، تريد تغييرها من هنا أحبابي الكرام. ومثلا تريد تغيير، تريد مثلا تغيير لون الكتاب أحبابي الكرام. تضغط هنا على اللون هكذا، تضيف لون هكذا. مثلا سوف أضيف الأسود هكذا. حسنا، هكذا لن تبين بالأسود، آسف. سوف أضغط على لون آخر، مثلا اللون الأخضر. حسنا، انتظر، آسف. هكذا اللون الأخضر هكذا. تقوم بحسن هكذا. قد ظهرت الكتاب. أنا سوف أضغط على اللون الأكحل. لأريد بعد ذلك سوف أغير لون أحبابي الكرام. هكذا إغلاق، وهنا إغلاق. سوف أضغط على اللون الأخضر، لأن نضغط على اللون الأخضر مثلا أحبابي الكرام. يذهب مثلا أحبابي الكرام. تريد مثلا إمالة الكتابة مثلا هكذا على الجنب الأيمن هكذا مثلا تريد إمالتها هكذا، أو العكس أحبابي الكرام. هنا حجم الخط أحبابي الكرام، تريد تكبيره أو تصغيره. أنا أريد تكبيره هكذا أحبابي الكرام هكذا. ولإضافة صورة أحبابي الكرام، تقوم بالضغط هنا، تقوم بصورة، تضغط عليها، تصعد إلى تحديد، تقوم بتحديد. مثلا تختار صورة هكذا. سوف أختار هذه الصورة مثلا. تريد تكبير هذه الصورة، تضغط عليه. تريد تكبيرها مثلا، مظهر تدوير. تريد مثلا تدوير الصورة هكذا كالكتابة، أو إرجاع إلى مكانه أحبابي الكرام هكذا. مقاييس، تريد تكبير الصورة أو تصغيرها، مثلا هكذا. تكبر الصورة أحبابي الكرام هكذا مثلا، هكذا أو هكذا.
هكذا تريد تكبير الصورة مثلا أحبابي الكرام، ومثلا تريد هكذا. أنا أجرب فقط أحبابي الكرام هكذا مثلا. وتريد إضافة صورة أخرى أحبابي الكرام، تقوم مرة ثانية بالضغط هنا، ثم تضغط هنا، ثم تقوم بالتحديد، ثم تذهب أحبابي الكرام تعود لاختيار صورة أخرى، مثلا تختار هذه الصورة هكذا أحبابي الكرام مثلا، وتقوم بتكبير الصورة وطريقة شرحناها من قبل. أحبابي الكرام هذا هو الموقع الذي قلت لكم عنه. أحبابي الكرام سوف أضع رابط الموقع أسفل الفيديو. وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن أعجبك الفيديو فاضغط على لايك واشترك في القناة. لن تخسر شيء إن ضغطت على زر الاشتراك ولايك. أحبابي الكرام وداعم، دمتم في رعاية الله. موعدنا في فيديو قادم.